طيب النهارده تم اطلاق براند GAC رسميا في مصر. براند صيني بتتكتب GAC وبتتقال كده، ما بتتقالش جاك. وتم الاطلاق باربع عربيات، اربع طرازات مره واحده. واحده سيدان اللي هي الامباو اللي احنا قبل كده شفناها ونزلنا عليها كذا مقاله، وثلاث عربيات تانيين تعالوا نبص عليهم مع بعض بسرعه. اول واحده اسمها GS3 او اسمها ام زوم. هم كل عربياتهم امباو، ام زوم، امكو. الشكل بتاعها هجومي كده، هي من فئه الكروس اوفر دون المدمجه. والعربيه برضو نازله بالموتور التوربو اللي هو ال 1500 177 حصان و270 نيوتن. علبه التروس اللي هو الدول كلاتش الويت السبع سرعات. عربيه تصلح لابنك، لبنتك، للزوجه، وكمان شبابيه ورياضيه. المقابض بتاعتها كهرباء. الخامات بتاعتها كويسه جدا. القسم الامامي كلها خامات سوفت. الكراسي بتاعتها تصميمها رياضي. تصميم العربيه من جوه اهو، ديركسيون التصميم بتاعه رياضي. في هنا تطريز بلون ازرق ماشي مع الالوان اللي موجوده هنا، ماشي برضو مع التريم بتاع العربيه. الشاشات بتاعتها في هنا اماكن للتليفونات وفيها مكان للشحن اللاسلكي. شيفت باي واير. عصايه الفتيس بتاعتها شكلها حلو. هنا برضو الخامات بتاعت الكونسول الوسطي تعتبر كويسه، حتى البلاستيكات الاقل جوده شويه ما تعتبرش وحشه. مساحه تخزين محترمه. شكل التابلو تاني اهو. تعالوا يلا نشوف القسم الخلفي. الخامات هنا اقل جوده من القسم الامامي زي ما خلاص اتعودنا تقريبا في كل العربيات. في هنا نقاط ايزوفيكس، في هنا USB جيوب تخزين في ظهر المقاعد الاماميه. العربيات كلها نازله بمواصفات سلامه وامان محترمه جدا. اجهزه الفرامل كلها تحكم بالتماسك، تحكم بميل الجسم، توزيع الكتروني لقوه الكب، وستة اير باجز ESP. التصميم الخلفي بتاع العربيه برضو يعتبر حلو. تعالوا نشوف الشنطه. شنطه العربيه كهرباء، وانا هكتب لكم الاسعار والفئات بتاعت كل عربيه هتلاقوها مكتوبه على الشاشه. ودي بقى طراز امباو اللي هو الطراز السيدان. كنا قبل كده نزلنا عليه ستوريز لما كنا جربنا العربيه في كايرو فيستيفال سيتي. فالنهارده هنركز مع العربيات الجديده خالص اللي احنا لسه اول مره نشوفها. برضو نبص بصه سريعه على الامباو. عربيه شكلها حلو، تصميمها حلو، تصميمها رياضي وهجومي، واللون المميز ده بيزيد شويه عن الالوان التانيه. وتعالوا نبص بقى على طراز امكو او النجمه بتاعتهم، وهو طراز من فئه الكروس اوفر متوسطه الحجم. يعني نقدر نقول نفس حجم التيجوان، التوسان، السبورتاج، الحاجات دي كلها. عربية تصميمها بصراحة طليعي. بقالنا فترة بنشوف عربيات صيني التصميمات بتاعتها مختلفة. ساعة ما شفنا اليونيتي وشفنا شوية عربيات كده تحس ان هم بقوا مهتمين قوي بالجرأة في التصميم. الخامات الداخلية كويسة جدا متميزة. الالوان، المقبض بتاع فتح الباب برضو مختلف، اول مرة اشوف حاجة زي كده. تفتح كده من هنا. شكل التابلو برضو مميز جدا. الفتيس، زرار الستارت ستوب، زرار الانتظار. لا بصراحة شكلها حلو. كراسي بتصميم رياضي متميز. وهنلاحظ ان الدوائر دي موجودة في كل حتة، حتى هنا مع شكل السماعة وفتح الباب. سقف بانوراما، اللايننج بتاعه يعتبر حلو، لون اسود. نبص على القسم الخلفي. الابواب الخلفيه الخامات اللي فيها زي الباب الامامي بالظبط، ودي حاجه كويسه ما بنشوفهاش الا في عربيات فخمه. مقبض فتح الباب المميز. مساحه الركب تعتبر كويسه، الكرسي ده راجع ورا على الاخر. مساحه الاقدام تعتبر كويسه، وعندك القدره انك تمد رجلك تحت الكرسي اللي قدامك. الارضيه مسطحه بالكامل. مساحه الرؤوس برضو تعتبر كويسه جدا مع وجود سقف بانوراما. شكل الجنب بتاع العربيه وشكل المؤخره بتاعتها برضو تعتبر التصميم طليعي جدا. الزوايا بتاعت الفوانيس LED بالكامل. سبويلر اللي موجود فوق، وفيه نور الستوب. شكل العربيه بصراحه من ورا مميز جدا. وهنا بس الفيك اكزوست ده او فتحات الشكمان الغير حقيقيه، والديفيوزر برضو الاطفاء مظهر رياضي. تعالوا نشوف الشنطه. الشنطه برضو يعتبر حجمها مناسب، وهكتب لكم الفئات والاسعار على الشاشه. اخر حاجه الاول نيو GS4 اللي هي برضو عربيه كروس اوفر من الفئه المتوسطه. بتيجي برضو بموتور 1500 توربو 168 حصان وعزم 265، ولكن دي بفتيس 6 سرعات اوتوماتيك عادي، ما هواش دول كلاتش. الوحيده في العربيات اللي بتيجي ما هياش DCT. العربيات كلها بتيجي DCT 7 سرعات ويت. تعالوا نبص عليها من جوه بسرعه. برضو الخامات مميزه في القسم الامامي بس تصميم هادي بقى. الشاشات شكلها كلاسيكي شويه. الكراسي بتاعت العربيه بتو تون والتصميم بتاعها حلو. هنا عصايه فتيس عاديه ما هياش زي التانيين. تحس ان العربيه هنا شويه كلاسيكيه
ما هياش يعني ايه التصميم الطليعي والتقدمي زي التانية. مقابض الابواب عادية، ما هياش الكهرباء زي التانيين. باب الخلف الخامات بتاعته برضو كويسة، كلها مواد لينة، فيها مساحة تخزين محترمة. جيوب في الظهر برضو، في 2 يو اس بي تحت وفتحات تكييف، وبرضو الايزوفيكس لتثبيت كراسي الاطفال، ارضية مسطحة. مساحات الركب والرؤوس فيها كويسة. هنا السقف مش بانوراما، هنا فتحة سقف عادية. وده شكل العربية من الجنب ومن الظهر بتاع العربية. تصميمها هادي خالص. شنطة العربية هنا مش كهرباء، المساحة بتاعتها اهي. بص عليها تاني بصة أخيرة. هنا بالنسبة لي الامكو دي هي نجمة الشو. برضو الاسعار حضراتكم اكيد شفتوها على الشاشة دلوقتي تحكموا عليها. بس ودي كانت تغطية سريعة لحفل اطلاق براند جي اي سي في السوق المصري. اشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله. متشكر على المتابعة.